دول مش لعيبه النادي الاهلي، دول مش من نجوم النادي الاهلي. لعيبه الاهلي اليومين دول كلها مركزه في السوشيال ميديا. كابتن امام عاشور صاحب مراته وماشي في كل حته شويه، كابتن مروان عطيه صاحب مراته وماشي في كل حته شويه، كابتن احمد السيد زيزو خد الملايين ودماغه لسعت خلاص. لعيبه النادي الاهلي كلها عماله تطلع في اعلانات. يا حبيبي ركز في شغلك، ركز في الكوره، هي دي اكل عيشك. انت ما كانش ليك لازمه غير لما جيت النادي الاهلي، ما كانش اسلام سعد هيستضيفك ولا يعمل لك بدله غير علشان خاطر بتلعب باسم النادي الاهلي. ما كنتش هتروح افتتاح المطعم الفلاني او حد هيعرفك او السوشيال ميديا هتتكلم عليك غير عشان النادي الاهلي وجماهيره اللي انت ناسيهم دلوقتي، اللي انت عمال ماشي ورا مراتك ومرات ده ومرات ده عايزه تعمل لي فيها سيدات مجتمع وعامله لي صفحات على الفيسبوك وتتنزل لي صورها معاه وتنزل لي صورها في خروجاته وتروح افتتاح مطاعم. يا باشا انتوا السيدات اعمال، انتم مرات لعيب بيلعب في النادي الاهلي مشهور او انت مشهور او حد يعرفك علشان خاطر النادي الاهلي. اللي انتوا دلوقتي كلكم مركزين في السوشيال ميديا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ركزوا في الجماهير اللي محروق دمها شويه، ركزوا في النادي اللي بيضيع، النادي اللي بيديكم ملايين، النادي اللي انتوا هتطلعوه 0 بطولات وانتوا واخدين فلوس محدش يحلم ياخدها. حرام عليكم بقى، كفايه نرفزه في الجماهير وحرق الدم. حسوا بالجماهير زي ما الجماهير بتحس بيكم وبتدفع من جيبها علشان تروح لكم الاستاد.